باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. اليوم 9 من شهر أمشير المبارك تنيحت القديسة العظيمة أفروسينا. عاشت هذه القديسة في أواخر القرن الثالث عشر وبداية القرن الرابع عشر، وفقدت والديها وهي صغيرة، فتولت إحدى العائلات التقية تربيتها، فنشأت في حياة تقوية محبة للنسك، إذ شعرت بأن شابا يتقدم لزواجها حلقت شعر رأسها، الأمر الذي أثر في نفس الشاب الذي كان قد تعلق بها، فأحب البتولية وكرس حياته للرب. أمام إصرار الفتاة على الحياة البتولية قدمها الذي قام بتربيتها إلى الدير، فازدادت نسكا وسهرا بما يليق بذلك الزي الملائكي الرهباني، وقد وهبها الله موهبة عمل المعجزات. بعد أن تنيحت رئيسة الدير اتفقت الراهبات على إقامتها رئيسة أو أما عليهن، خاصة إنها سمت بجانب نسكها وسهرها وحبها للعطاء بالتمتع بروح الحكمة في اتضاع، فكان الكل يشتاقن لمجالستها وطلب مشورتها. تميزت في رئاستها بالحب الشديد والبشاشة، فكانت كل راهبة تجد راحتها الحقيقية في المسيح. خلال هذه مرت الكنيسة بضيقة شديدة في أيامها، اضطرد المسيحيون من الدواوين، فكانت سندا لتلك العائلات المتألمة، واستطاعت بقلبها المحب وبشاشتها أن تسند هؤلاء المضطهدين وتعينهم، كما ردت نفوس كثيرة إلى الإيمان. أخيرا عانت من الأمراض زمنا طويلا، ورقدت في الرب في 9 من أمشير سنة 1024 باللغة من العمر 80 عاما. وقد حضر البابا يوحنا الثامن البطريرك ال80 انتقالها. بركة صلوات القديسة العظيمة أفروسينا فلتكن معنا، ولربنا المجد دائما أبديا. يا أبائي وإخوتي آمين.